اهلا بيكم. السيناريو اللي انت راسمه لنفسك بعقلك البشري المحدود مش هيوصل لواحد في المية من تدبير ربنا سبحانه وتعالى ليك، فسيب نفسك لربنا واطمن. عموما مصطفى محمد احمد عبد الله صاحب ال 25 عام، مواليد منطقة الجيزة 28 نوفمبر 1997. كان في نادي الزمالك، اشباله ناشئي نادي الزمالك العظيم. طلع لجلاتا سراي معارا بنية البيع، فعل بند الشراء نادي جلاتا سراي ومنه راح لنانت الفرنسي. مدرب نانت الفرنسي من يومين بالضبط طلع تصريح وقال: نحن في غاية السعادة، في سعادة بالغة، لأن احنا نحتوي على مهاجم ولا أروع، مهاجم قناص ومهاجم متكامل ومستوى وأداء متميز. ومش كده كمان، لا ده قال لك مصطفى محمد بينفذ كل التعليمات اللي بنقولها وبيلتزم بيها بنسبة 100%. وقال المفترض ان كل الفرق والأندية ان يكون لديها مهاجم قناص زي مصطفى محمد. مصطفى من يومين في ثالث ماتش في ثالث جولة في بطولة الدوري الفرنسي سجل هدفين في موناكو، واصبح مصطفى محمد تاني هدافي الدوري الفرنسي، 3 تجوال من 3 ماتشات. سجل هدفين وتعادلوا 3-3 مع موناكو بعد وسام بن يدر في الصدارة ب4 أهداف. مصطفى محمد يحل ثانيا في ترتيب الهدافين ب3 أهداف. أنا فاكر فيديو لمصطفى محمد بعد رحيله من الزمالك لجلاتا سراي في مطار تركيا، وهو بيتكلم باللغة الإنجليزية وبيحاول يتكلم إنجليزي علشان محاولة منه للتأقلم بسرعة على الأجواء، وبيطور من نفسه. الناس كلها أخدتها على سبيل الدعابة والتريقة والضحك والاستهتار، وسبحان الله مصطفى محمد كان بيحاول يطور من نفسه وقتها، ودلوقتي أصبح مصطفى محمد من هداف الدوري الفرنسي. مش كده كمان وبس، لا ده محط أنظار كل فرق إنجلترا والدوري الإنجليزي العام المقبل بمشيئة الرحمن. مصطفى محمد بيطور من نفسه فوق الخيال. اللي بيشوف مصطفى محمد من فترة وما شافوش دلوقتي هيحس بالتغيير الفظيع في مصطفى محمد. مصطفى بيطور من نفسه وأصبح دلوقتي الاستلام تحت الضغط ولا اروع. مصطفى كان هيدرز كويس وكان بيصوب كويس، دلوقتي اصبح مصطفى محمد بيسدد ضربات جزاء ولا اروع. مصطفى محمد بيقدم كل شيء حرفيا، بينزل لتحت وبيستلم وبيوزع وبيسجل، وكل حاجة عايز تشوفها اتفرج على مصطفى محمد، مهاجم متكامل من العيار الثقيل. كنت بتفرج على قناة في الدوري الفرنسي بتذيع الدوري الفرنسي باللغة الفرنسية، معلقين الاثنين طول الماتش اكاد اجزم ان اكتر اسم في ماتش موناكو ونانت اتقال هو مصطفى محمد لاعبنا المصري. مهاجم كبير وهيخدم الكرة المصرية الفترة الجاية بمشيئة الرحمن. من زمان كان في خناقة كبيرة في الإعلام المصري على أفضل مهاجم في كرة القدم المصرية بين محمد شريف ومصطفى محمد. أعتقد وكأن كل الاحترام للاعب محمد شريف، مصطفى محمد في حتة تانية وأصبح مهاجم متكامل من العيار الثقيل بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. مصطفى محمد الأناكوندا رقم واحد في مصر على الإطلاق. كل التوفيق والدعم بإذن الله للاعبنا، وإن شاء الله في تقدم وازدهار. أتمنى كل محترف يطلع لبره يكون بنية الاحتراف، بمعنى مصطفى محمد لما سافر بره هو ما فكرش في العودة لمصر، لا البيراميدز ولا الأهلي ولا لأي شيء، فكر هدف واحد، عنده طموح وإن هو يوصل لحاجة معينة، وإن شاء الله بمشيئة الرحمن ربنا يكرمه لأن هو بيسعى، وإن شاء الله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. دمتم في أمان الله.